واحد السؤال كان جاني البارح ما رديتش عليه في التعليق. المستوى ديال الاجانب الوداد الى حد الان، هذا سؤال صراحه سابق الاوان، وما يمكنش نديروا تقييم المستوى ديال اللاعبين الوافدين الجدد على الوداد. يلا شفناهم في الماتش ديال الفتح، كاين اللي ما شاركش حتى في الماتش ديال الفتح، كاين اللي دار اول مشاركه ديالو في الماتش ديال المحمديه بحال الدولي الموريتاني سيدي بونا عمار اللي سجل 2 اهداف في اول ماتش رسمي ديالو مع الفريق. كاين لاعبين اللي شفناهم في الماتش ديال الفتح وفي الماتش ديال المحمديه بحال المهاجم النيجيري ادي اوغونز اللي كيستخدموا البنزرتي كقلب هجوم، مع العلم ان المركز الاصلي ديالو هو جناح ايسر، هو ما كيلعبش قلب هجوم في جميع الانديه اللي لعب فيها السابق سواء في نيجيريا او في الدوري الفنزويلي، ولكن سجل 2 اهداف في الماتش ديال المحمديه. وكما كنقولوا قضى الغرض، في انتظار نشوفوا المباريات الجايه واش غادي يبقى في التوهج ديالو ام ان البنزرتي ممكن يرجعوا المركز الاصلي ديالو اللي هو جناح ايسر. كان كذلك الدخول اول مره في الماتش الاخر ديال المحمديه ديال اللاعب اسماعيل الحداد اللي غاب على الفريق، طبعا كان مشى التجربه احترافيه في قطر، وكان غاب على التنافسي واحد الاشهر من بعد الفسخ ديالو العقد ديالو. العقد مع فريق الاخر القطري. رجع الفريق الوداد ضد الفتح ما كان جاهز، ضد المحمديه ارتأى البنزرتي انه يدخلوا في الشوط الثاني، وكان قدم اضافه، وكان وراء التمريره ديال الهدف كنظن الثالث او الرابع ديال فريق الوداد. يعني كاين لاعبين اللي قدموا مستوى طيب مع فريق شباب المحمديه، ولكن واش هذاك الماتش كيبقى مقياس او معيار ممكن اننا نحكموا عليه؟ هذا كنظن انه باقي المساله لا سابقه الاوان هو اوانها. وشباب المحمديه كانوا جايين بهزيمه ثقيله مع الجيش ب 3-0، وخذوا خماسيه مع